مفيش فلوس ومفيش خروج، ومش عشان ليكي مصلحة يا سعاد ابتسمت في وشي واتكلمت كويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة ايه يا سعاد؟ بقولك عاملة ايه يا سعاد؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ انت في ايه مشغولة ليه كده؟ مفيش، بكلم مع صاحبتي. مش فاضية بتكلمي مع صاحبتك. طب ايه، طب مش هناكل لقمة يعني ولا ايه؟ ماشي، هقوم احط لك اكل. انت مالك بتتكلمي ببرود ليه كده يا سعاد؟ هو ده اللي المفروض يعني جوزك طالع عينه في اكل عيش ولسه داخل من باب الشقة، بدل ما تستقبليه كده بابتسامة كويسة بكلمة كويسة حمد لله على السلامة. ما انا طول اليوم برضو تعبانة ومستكتر عليا انت الحبتين اللي انا قاعداهم برضو شوية بروق فيهم اعصابي. حتى لو انت تعبانة انت قاعدة في قلب بيتك معززة مكرمة، لكن انا طالع عيني في الشارع. ولا تضايق نفسك، هقوم احط لك تاكل. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ سديتي نفسي والله العظيم، انا مليانة نفسي اكل. صباح الخير يا سعاد. صباح النور. ما تحضر لنا الفطار كده نفطر. لا، ما انا فطرت بقى وسايبه لك الفطار بتاعك على الرخامه جوه، خش خده. فطرت لوحدك وكمان الاكل بتاعي على الرخامه جوه؟ امال احط لك الفطار فين؟ طب انت لازمتك ايه يا بنت الناس؟ طيب لما انا اخش انا احضر الفطار لنفسي. ليه، هو انا كنت خدامه عندك كمان؟ امال لازمتك ايه يا بنت الناس؟ خدامه عندك انا كمان؟ انا بيطلع عيني في الشقه ليل ونهار. خلاص يعني انت مش خدامه الدنيا هتقوم عشان تحضر الفطار. ولا تزعلي نفسك، انا هقوم البس وانزل افطر على القهوه وبعد كده اتكل على الله على شغلي. نهارك ابيض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. احط لك تاكل؟ يا والله يا ريت، انا جاي واقع من الجوع. طب بقول لك ايه، خير؟ انا عاوزاك تديني بس فلوس عشان خاطر صاحبتي ولدت ورايحه لها انا وصاحبتي اسماء وكده وننقطها، فعشان ما يبقاش شكلي وحش يعني، فلازم تديني فلوس عشان انقطها بيها، وكمان تديني فلوس عشان اجيب طقم بقى حلو كده. ماشي؟ طب اسمعي يا سعاد، مفيش فلوس ومفيش خروج، ومش عشان ليكي مصلحة يا سعاد ابتسمت في وشي واتكلمت كويس. سمعتيني يا سعاد؟ مفيش فلوس ومفيش خروج والموضوع انتهى معايا. وانا مش هقعد فيها، وما تفكرش ان انت بالطريقه دي كده ان انت يعني فاهمني هتخليني بقى اقول لك حاضر ومش عارفه ايه، وانا مش هقعد فيها. طب اسمعي يا سعاد، تعالي نتكلم مع بعض بهدوء. انت شايفه دلوقتي مصلحتك ان انت لو ما قعدتش فيها وخربت بيتك ورحتي قعدت في بيت اهلك زي ما قلتي وبتقوليها اكتر من مره، وقعدتي في وسط ابوكي وامك، هيدوكي هما الحريه الكافيه؟ اظن لا. طيب صاحبتك اللي انت طول الوقت بتكلميها على الواتس ديت وفي التليفون، تفتكري لما انت تخربي بيتك وتسيبي البيت وتمشي، تفتكري هي هتديك الامان بعدها؟ طب تفتكري هتدخلك بيتها وتديك الامان وجوزها موجود؟ هتقولك لا، واحدة خربت بيتها وبيتها اتخرب، اخاف على جوزي منها، صح؟ انا عايز اسمعك يا سعاد، تعالي نتكلم بالعقل شوية. مش الحل، مش هو ده مش الحل. لو انت اي حد، انا مش هسمي حد بعينه، اي حد قالك ان هو ده الاسلوب والطريقة اللي ممكن جوزك يجي بيها، انك تكشري في وشه وهو داخل من اكل عيشه، انك ما تقولي له خش حضر الاكل لنفسك، ان يكون هو ده الاسلوب، هيجي بالطريقة دي؟ لا، طريقة غلط. انت ذات نفسك ما استحملتيش ان انا اكلمك بالاسلوب دوت واتضايقتي واتزربنتي، مع ان انت طول الوقت هو ده اسلوبك وطريقتك معايا، وانا بحاول استحمل واعدي عشان ليكي عندي النصيحة. انا كزوج عايز احافظ على البيت، مش عايز اخربه، مش عايز اهده، لان البيت ده انا ما بنيتهوش كده في يوم وليلة، انا تعبت وشقيت عشان يكون ليا بيت وعايزه يستمر، وعارف ان كل بيت فيه مشاكل بس مش بالوضع دوت. لازم الزوج يبقى عارف اللي ليه واللي عليه
والزوجه كمان تبقى عارفه اللي ليها ولا عليها. زي ما انا مطلوب مني ان انا انزل كل يوم اشوف اكل عيشي واشوف اي طلبات انت عايزاها واقول لك حاضر، انت كمان في طلبات منك لزوجك، طلبات كتيره ومفروض تعمليها. مش عشان انت خدامه. عمر ما كانت الزوجه خدامه لجوزها. اسمعني يا احمد، بص. من فضلك انت تسمعيني. انا سمعتك كتير وعديت لك كتير، انت اللي النهارده لازم تسمعيني. انت قلتي لي انا مش خدامه عندك، وانا ما قلتلكيش انت خدامه. ده تعبير منك لجوزك عن الموده والرحمه اللي ما بينكم، اللي ربنا ذكرها في قرآنه الكريم. ليه خدتيها بالطريقه والاسلوب دوت؟ انت شايفاني بعاملك بما يرضي الله ولا لا؟ ايوه. لازم انت تبادليني نفس الشعور ونفس الاحساس. اي زوج دلوقتي غيري على طول لو انت عايز تخربي البيت يلا اخربيه، بس انا بحكم عقلي. ما اخربش البيت بسبب كلمه قالتها لي مراتي. امال هو ربنا ليه خلى الراجل يعني العصمه في ايده ليه؟ عشان هو حكيم عن الزوجه، مش في اي مشكله تخرب الدنيا وتبوظ الدنيا. حقك عليا يا احمد لو انا غلطت، وانا والله هتغير، ومعنى ان انا اقول لك حقك عليا يبقى انا كده اعترفت بغلطي. انا مش زعلان منك، انت ليكي عندي نصيحه مره واتنين وتلاته وعشرة، وهو ده الراجل. طيب هقوم بقى احضر لك بقى العشاء عشان تلاقيك جاي جعان، بس لا. المره دي اعمل العشاء ومش ما فيش مصلحه ان انا عاوزاها. مش عايز عشاء ولا عايز اي حاجه، انا اللي عازمك. خش غيري تعالي ننزل نتعشى في اي مكان انت حباه. ده انا بقالي كتير ما خرجتش معاك. ما هو اديني الابتسامه الحلوه دي كده عشان يبقى نفسيتي حلوه واقول لك يلا يا سعاد نروح في كل مكان. طيب هدخل البس بقى واجهز مش نفسي. عايز البوز الناشف. فين البوز الناشف ده؟ انا قايمه البس. يلا واعملي حسابك عشان هجيب لك طقم جديد. يا سلام كمان. هو ده الزوج الرزين العاقل اللي لازم يحافظ على بيته، بسبب كلمه قالتها له مراته يمشي وراها ويهد البيت. ربنا يهديكي ويهدينا جميعا يا رب.